لو انت اتولدت في بلد تانية او مع اسرة تانية كنت هتبقى عبقري، بس للأسف انت اتولدت هنا. إيراد حظ ولا فدان شطارة. انا عايز اقولك انت مش فاشل ولا كسول، انت مشكلتك ظروفك. المكان اللي اتولدت فيه هو اللي عامل فيك كده، مخليك مش عارف تتقدم خطوة. يبقى العيب مش فيك انت، العيب في الظروف. على فكرة دي مش شماعة بعلق عليها الفشل عشان بس تبقى واخد بالك، دي الحقيقة. تخيل كده انت اتولدت في مكان زي سويسرا مثلا. انا ليا اصدقاء كتير سويسريين، ستات ورجالة، شباب وكبار. حاجة وهم، حاجة تفرح. عايز كمان اقولك عشان تبقى واخد بالك بس ان الدنيا ماشية ازاي حواليك. انت هنا مش متعلم كويس، ما عندكش تعليم كويس، اتربيت في مدرسة تعبانة، كنت جعان وعطشان فيها طول الوقت، صح؟ المدرس يدخل الفصل يطلع كل الأمراض النفسية عليك. تعليم فاشل. تروح البيت مفيش أكل بتاع بني آدمين، مفيش أكل يغذي مخك. هو آخرك يغذوا كرشك وخلاص. انت بتاكل نوع أكل يخليك متخلف عقليا، هي دي الحقيقة، هي دي الصدمة. انا مش عايز اقول لك نوع الاكل ايه، بس كل البيوت عارفه انا اقصد ايه. مقليات على مواد حافظه ومفيش بروتين حيواني، مفيش لحمه، يعني اللحمه غاليه. وطريقه الطبخ نفسها بتكسر الفوائد من المعادن والفيتامينات. البيئه نفسها اللي انت عايش فيها بتطلعك مجرم، مجرم للاسف، يا متخلف عقلي، يا كده يا كده، يا تخش مستشفى المجانين يا تخش السجن. البيئه بتاعتك تطلعك كده. الهوا نفسه اللي بتتنفسه ملوث، الجيران كمان زفت الزفت، التلفزيون نفسه بيخليك متخلف عقلي، كل حاجة حواليك بتقولك هتطلعك فاشل. يبقى العيب مش فيك يا حبيبي، العيب في المكان اللي انت فيه. طب عرفنا بقى دلوقتي ان العيب في الزفت المكان مش فيا. الحل ايه بقى؟ المهم الحل، مش هنتكلم وخلاص. الحل انك تعترف بده وما تجلدش نفسك خالص، ما تجيش على نفسك خالص، وطبطب على نفسك وهديها. وما تقعدش تقول انا فاشل وانا يا حبيبي، انت تمام، انت زي الفل، انت زي ما انت باشا، انت رائع، انت جميل. خد النصيحة الذهبية دي، ظبط جواك مش براك. يعني ايه يا محمود؟ اتصالح مع نفسك، اقف وقفة معاها وقول انا راضي عن نفسي زي ما هي كده. ما تعملش نفسك على اكنك بقى غبي وحمار، لا، وما بتفهمش وفاشل وفقير وكسول والحاجات الزفت دي كلها، ومش بتاع شغل ومش بتاع تعليم. كل ده شيله من دماغك خالص، امسحه باستيكة، ولع فيه. خلي نظرتك لنفسك نظرة محترمة. احترم نفسك. اول لما تحترم نفسك وتديها كده بالراحة وتديها الامان وتديها حقها، اتفرج على الدنيا حواليك هتتغير، وهتشوف هتبقى حلوة وعاملة ازاي. صدقني انا بكلمك من واقع انا عملته مع نفسي. هتلاقي نفسك بتشوف عالم مختلف خالص اول لما تظبط كل حاجة جواك، ولغتك مع نفسك تتظبط، نظرتك لنفسك تتظبط، افكارك السلبية دي ترميها في الزبالة. فكر تفكير ايجابي. انت موجود هنا معايا عشان اريحك، عشان اديك امل، عشان اظبط لك دماغك، عشان اشيل كل البرمجة الغلط اللي انت اتبرمجت عليها زمان. انا مش بديك وهم، انا بعرفك تعمل ايه بالظبط في حياتك. ما تنساش اللايك والاشتراك، ولو عايز تشوفني تاني يا ريت تدعمني بأي حاجة حلوة منك كده في التعليقات.